المافيا الإيطالية المعروفة أيضا بكوزا نوسترا هي تنظيم إجرامي نشأ في إيطاليا وشهدت نشأته في منتصف القرن التاسع عشر. تورطت المافيا في أنشطة غير قانونية متعددة بما في ذلك الابتزاز والقتل وتجارة المخدرات والاحتيال. إليك بعض النقاط الرئيسية حول المافيا الإيطالية. الأصول: نشأت المافيا الإيطالية في صقلية، إيطاليا، وبدأت كجمعية سرية بهدف حماية ملاك الأراضي الصقلية من الغزاة الأجانب. الهيكل: تعمل المافيا كمنظمة هرمية حيث يكون هناك رئيس في القمة تليه النواب والكبار والجنود. تشتهر برمتها بشدة توجيهية تسمى أميرتا التي تؤكد على الولاء والصمت وعدم التعاون مع السلطات. الأنشطة: تشارك المافيا في مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية بما في ذلك تجارة المخدرات والابتزاز وغسيل الأموال والتهريب. تسيطر أيضا على بعض الأعمال الشرعية مثل البناء والمطاعم وإدارة النفايات لغسل الأموال والتأثير. الشخصيات السيئة السمعة: بعض من أشهر الشخصيات في تاريخ المافيا الإيطالية تشمل سالفاتوري توتو، رينا، وبرناردو بروفنزانو، وسالفاتوري لوكي لوشيانو لوكانو. التأثير العالمي: لدى المافيا الإيطالية تأثير عالمي مع عمليات وشركاء في العديد من البلدان حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبعض أجزاء من أوروبا. جهود إنفاذ القانون: عملت وكالات إنفاذ القانون في إيطاليا وغيرها من البلدان على مكافحة المافيا من خلال القبض على المشتبه بهم ومقاضاتهم ومصادرة أصولهم، ومع ذلك تظل المافيا قوة إجرامية هامة. في النهاية اشتركوا في قناة MQ مازن لمتابعة كل جديد. شكرا لكم على المتابعة.